حبايب القلب شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير يا رب. نورين قناتنا كلكم اشتقنا لكم ورجعنا بفيديو جديد. طبعا على طلبكم كثير قلتوا لنا سووا لنا يا عمر ويا رهف جوله بالصالون، مبين عليكم مجددين شيء، يعني بصراحه هو مو تجديد، تغيير بسيط يعني صح. انه هيك تعرفون. بس لا والله عن جد يعني ولو انه ما تشتري له، من احيانا تغير الديكور تحس حالك كانك مشتري صالون جديد. اي طبعا الواحد يغير هيك الروتين شوي، فوالله غيرناه وطلع شيء حلو، وانتم لاحظتم يجوز بالفيديو الماضي قلتوا لنا سووا لنا جوله وهيك، فهي جوله سريعه يعني، ونشارك معاكم يومنا اليوم هيك يعني روتين سريع. سهلتنا. اشتقنا لكم واكيد اشتقتوا لنا، ومشكورين على تعليقاتكم الحلوه على الفيديو الاخير، ما قصرتم والله. احنا نفرح يعني بيكم كثير والله، الله يعطيكم العافيه. شاهدوا هذا الفيديو كامل حطوا لايك فضلا وليس امرا، ايش قد تحبون عيلة عمر ورهف طشطجوا لايكات. اهم شيء واشتركوا بالقناه. اشتركوا بالقناه. ما اشتقتوا لا. اشتركوا. طيب يا جماعه يلا نبلشكم بالجوله. صبر. يلا جوله سريعه ما نطول عليكم، يلا جاهزين؟ 1 2 10. لا هي على اساس انا اسوي ايش ذا انا. ايه ما انا على اساس انت. يلا 1 2 ليش تخدع الواحد؟ تعال سواني وياك. يلا 1 2 3. والله انت ما ينفع معك. انت عيونك. يلا يا جماعه 1 2 3. ما اشتقتوا؟ نشوفكم الناية بعد زمان، شوفوا شلون متغيرة ولا مو متغيرة؟ النوشة مرحبا. الأميرة لابسة اليوم لبسة الأميرة، شوفوا. تعال سوي لي قولي دادا دادا. متعلمة حركات جديدة. شوفوا اليوم. قولي ماما. بابا. ماما. قولي بابا قولي بابا. ماما. قولي بابا. ماما. لا بابا. ماما. 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 لا ما تريد لا بابا ولا ماما. طب بس بالتالي خلينا من بالتالي. هاي يا جماعة، وهاي شو يصير؟ استنى انت نشوف. قولي ماما. كلمة السر هات هاي بداية التقليعة. قولي ماما. ماما. لا قالتها. قولي بابا بابا. ماما. لا لا هاي خيانة، هاي خيانة. قولي ماما يا شطورة. قولي بابا. أكيد متعلمتها منك أنت. الله يعلم منين متعلمتها، خليني ساكتة اسكت يا لساني. أنا ما أسوي لأنه هالحركات. شاقلي ماما. ماما. قولي بابا. اسمع نقولها، قولي ماما تشوفي تجلس تسمع كلامي. قولي بابا. أنا قلت ماما. قولي بابا. بابا. ماما. 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 روح على فكرة ماما. قولي ماما. بسيطة يا ماما، النوبة تجيني تقولي لي قولي شيني. بابا. خلي ماما النوب تنفعش. ما تقول بابا ما تحبك أصلا، قولي بابا. خلي ماما النوب تنفعش. بابا. ماما. قولي ماما. خلاص ما عاد تقول. ماما. اصلا هي قاعد تقولها مصلحة. ماما. ماما. ما يصير يا يوم يا يوم يا يوم. قولي ماما. يا يلا سيدي انت ناكرة للخبز والملح. مين نايا؟ ايه مين اللي اعطاها حليب؟ والله اني ذا يعني اشيلها تعرف ان ناحية الحليب اكثر مني. والله يا جماعة يعني هي شلون مرات تصيح بابا وبابا، بس انا حسيت ليش ضحكت عليها بشيء. اول ما حكت قالت بابا للامان. والله تصيح بابا بعد ما ذكرت هاي الكلمة عرفت انه امها زعلت وانه امها هي اللي جابتها وتعبت بيها، لازم تعوضها، فقامت تصيح ماما وما عاد تقول بابا. لانه ماما اللي تجيب الحليب وماما اللي تغير وماما اللي تحفظ، بابا شنو؟ وماما حتى الاطفال ما ذل بيهم ثقة. شوفي براءة الاطفال ومع ذلك يلحقون مصلحتهم. كل واحد عند مصلحته بالزمان. لانه ماما اللي تغير وماما اللي تحفظ وماما اللي تلبس وماما اللي تحمم وماما على اساس اللي هي سهلة اصلا. وبابا بس ياكل ما يسوي شيء مع ماما اجباري. يا جماعة يفكم منها. بس يزعلون الابهات والله حقهم يعني. زاد لازم. والله احنا زادين دا نتعب ابوي. مو مثل تعب الترباية. المهم يا جماعة تعالوا نشوفكم الصالون بدل ما نتكون نحاول نسكر الفيديو. تعالوا نشوفكم الصالون شلون صار، لأنه عن جد الحش تغير. هاي كانت عكس هناك، فاحنا لما غيرنا كبر الصالون للأمانة يعني. تغيير الصالون فكرة عمر للأمانة، لأنه أنا كنت صايمة وقت غيرناه برمضان، كنت هلكانة. قلت له عمر أنا شفاري جانا نسوي عشاء وأنت ظبط اللي بدك يا. ما كنت مقتنعة بالصفة، بس بعد ما ظبطنا ورتبنا ونظفنا
روعة. يعني إذا تعرفين إني مبدع وأنتي مضيعة إبداعاتي. على فكرة هاي الطاولة ما كانت موجودة عندنا، اشتريناها لحتى هي تكون للشاشة، وبما إنه كنا نحضر مسلسلات برمضان. إيه. ولا حسينا يعني الحمد لله نايا ماسكة لنا الشاشة. مين مقصرة يعني، أنا حسيت موطينها مشان التصوير، ولا الحز ماسكة أعصابها يعني بصراحة. صايرة تزحف وين ما أروح ألاقيها بين الأراضي. صايرة ألاقيها وين ما أروح، ضحكينا شفناها ضحكينا شفناها ضحكينا شفناها. يعني أهم شيء عندها الكبار تخرب. قبل مشان نفهمكم وش صار، قبل كانت هاي الصفة اللي شايفينها كانت هين بالزاوية هاي، تمام؟ يعني كانت هيك. فاحنا ايش سوينا؟ شلنا هاي الشاشة كانت معلقة هين. ايه. فاحنا شلنا الشاشة حطيناها هين. كانت نظرة قعدة الشخص ينظر للبلكون. ايوه بالضبط. اما حاليا ينظر للمطبخ وللشاشة. صارت اوسع. احسن هي صارت. فقعدة صيف هاي احسن من الشتاء. بالضبط. بس الشتوية العكس. لانه وقت نقدر نفتح طبعا بمسافة بين الكنباية ولا شو اسمه، نقدر نفتح هذا النار مشان التهواية ما تصير بالوجه، تصير بالظهر. فاللي بده يقعد هنا مثلا، احنا مشان المطبخ يضل مقابلنا ومشان الشاشة تضل مقابلنا، فصارت القعدة على حستين هيك. شوفكم هي صارت القعدة، تمام؟ يعني تعديل بسيط، هو مو انه محرز زيادة، يجوز احد تقولون بس لو تغيرت نفسيتي بعد ما غيرنا لأبيكم. حسينا صار اريح. هذا الشيء أثر على نفسية الشخص، والله عن جد. طبعا اكيد. وبعدين احنا كان الباب هذا مخرب عندنا زاوية الشاشة، يعني اذا بدنا نحط مثل جدان شغلات مثلا ما بي. فهنا الشاشة كانت ضايعة للأسف. تصميم البيت هو سيء يعني شوي، بس بدنا نتحمل. بسبب هاي يعني. هاي ما كان. وهاي زادنا عندنا مشكلة الزاوية. هاي يعني لو البيت لي هديتها. هاي 100 عمود، هاي تبع صوبة. بالله عليك هاي كلها تبع صوبة؟ ايه هاي تبع صوبة هاي. أمانة؟ والله. لا تكون ركيزة للبنات. لا هاي 100. والله أحسن مصممين هم. هاي على دور أول يركبون صوبات هذا. ايه فالحز ملغية يعني. ايش الجدعة ويريد يشغلون. إيه هاي لأنه مغذية كل البناية، صايرة للي جوا، فمشان ما تحشك. فهي صارت يعني. والله نتحمل شو نسوي. وهاي النوشة. يا اختي نايا تستنى الشاشة تشتغل على فكرة. شوفوا لا الجوبر شوفوا. تعال طيب تعال. تفرقونها عن هاي. مين الوردة اللي ميز الوردة راح نعطيه هدية. يا اختي الحق اكتبوا لي كتابة، لا تقولوا عمار المثل. شنو القرد بين الحجار؟ انت ذكرتيني بيو. انا عارفه بدي اقول المشكلة، فاني قلت انا بدي اكتب بس ما مشى الحال. لا انا ما اقول عن نايا هيك، لانه نايا طيب بعيني اني غزال. والوردة مين الوردة؟ صراحة يعني هذا سؤال يا عمر. يعني اذا قلت لك على انت الوردة يا سؤال يا عمر. راح يقولون دا تنفخ براحتك، ما يصير. فلازم اقول الوردة. لازم اقول انت. الوردة. انت يخلص الفيديو على خير يا جماعة، واتوقع هاي اخر مرة تشاهدون عمر معي بالقناة. ضبيت لنا وعفت الضبة بيدي. والله العظيم شو ادعونا يا جماعة بالرحمة والمغفرة، اهم شيء. اي والله. وعلى فكرة انت لسه ما تعشينا، احنا ما عشي خلص. يا جماعة ما تعشينا، والله حرام عليك، والله حرام. هاي الانسانة هاي الوردة هي اجمل. والله لو تحكي كان قالت يا بابا والله انت مسكين. مسكين يا لطيف. علمتها بس تقول ماما بس لمصلحتها، بس المصلحتها يا زين. خليني ساكتة خلي طابق مستور استر من هيك. خليه مستور يا جماعة، في شغلات بدي احكي لكم اياها كثيرة على قناتي، بس مو الحل بعدين. ايوه شو تريد تنزلين رهف؟ بدي اطلع جمار قلبي على قولتك. على اي فينا منهم يا جماعة، اعطوني رايكم بالطاولة. هاي الطاولة اللي جبناها جديد، شوفوا الحركات هيك نار وشغلات وكذا. ايه على فكرة كل شيء هذا يعني انا هيك زبطته. هاي ما تعرف شيء. تعرفون الرهف شو تسوي؟ بس تمسح وتعطي ملاحظات على الفاضي. يعني مثلا تيجي تقولكم ليش هي هنا؟ طب انا اللي مصممها؟ لا. تيجي تقول لك وين موقعها بالعراق؟ تيجي تقول اسمع، تيجي تقول لي مثلا انه الحائط ليش الحائط هذا مو اكبر شوي؟ ليش مو اكبر شوي؟ يعني انا مصمم البيت يا رهف. فتيجي تعطيه ملاحظات. ليش الخشب هذا ما يمسح حاله؟ ليش انا موجود بالحياه؟ انا ليش موجوده عندك بالحياه اذا كل شيء مو ظابط معك يعني؟ فهاي هي شغله رهف بس بالحياه. فاني يا جماعه اشكر نفسي على هذا الابداع والعقل.
وتشكروني انتم اكيد يا جماعة أنا حابة أوصل لكم فكرة إنه عمر محور الكون بيتنا، وأنا ما لي علاقة بالحياة أصلا. أنا مريحة راسي يعني للأمانة. والله اسألوا مريحة راسي. نايا يا عمر نايا كل شيء يعني نايا بابا احسن ولا ماما؟ ماما. مين يقرا اكثر شيء؟ ماما. صح ماما. ها صح. شنو؟ انا قلت مين يقرا اكثر شيء؟ لا أنا قلت مين معك. والله نايا؟ قولي الحق ولي بنت. قولي له جاكري، قولي له ماما. انت لطيفه لسه ما ماما. لا تضغطين عليها. قولي ماما. لا تضغطين على البنت. نايا بدها الشاشة ولا معبرتنا لاني ولا انت ما قاعد تسمع صوت. بنتي انت لسه عايش طفله، لا تخلين الحياه القاسيه هاي قولي له ماما. تعطيك من الاكاذيب ماما. والشغلات هاي. نايا بست بست. ايه قاعد تضحك مع الشاشة على الصامت. تذكرون شعرها اللي ما كان يطلع؟ ايه والله. تذكرون ام صلعة كانت؟ قلت انتم تقولون على شعرها 7 اشهر وقتها ما يطلع لي شعر من هي تبهدل. الزمن يا جماعه، الزمن كفيل داوي يغير ما يفسده عمر. انا ما بفسدت شولاش، انت اللي حلقتيها. الزمن يداوي ما افسدته. اي والله هو اللي حلقها وقت. فكرتش بس انا ظليت اهتملها بشعراتها واظبطهن واسوين الشغلات لطول لحتى افسدنا ما صادق صلحنا ما افسدوا عمر. صادق طلعت كلمة. وكالعادة يا جماعة يعني راح كل يوم موصلنا على طرب. طبعا هذا مو لنا يا جماعة مشان نكون صريحين يعني. هذا لنا وصال. لا اليوم ما يعني في شغلات كثيرة البنات اللي موجودات هين، لانه انا عندي كرت تكون هي ما عندها كرت، انا اطلب لها الطلبية من حسابي تجيني هين وانا ابعث لها وصليها تكون من صديقاتي يعني. فطالبت لها مجموعة الثوم. على فكرة بعد ما طلبتها خلص هالسيرم، ان شاء الله يرجعون يوفرونه لانه العشق مالي. هذا حلوات كثير يا جماعة والله. استفادتها افضل علاج يعني هذا. علاج ولا احسن دكتور ولا احسن يعني هذا العلاج للشعر ممتازات. لتساقط الشعر اللي عندها تساقط شعر واللي عندها شعرها ما يطلع بطل ينمو من جديد. وهذا ماسك الكولاجين زاد طلبته. وهذا الكريم السينمائي اللي ضد المية زاد. هذا كل لبنت وحدة يعني مو انه. هاي جت قنينة عطر هدية وقتها. و مسكرة. الحال بنتي تشوف الفيديو تقول صارلك يومين استنى الطلبية وانتي قاعدة تصورينها. يبهدلني. شوف حالها بالشاشة. لا بابا لا هاي لين هاي. والله حاسة حالها محمد. لا تلمس الشاشة. قبل ما نختم الفيديو اكتبوا لنا ايش حابين نصور لكم. اكتبوا لنا ايش حابين نصور لكم بما انه لنا زمان غايبين بافكار كثيره براسنا بس ماني عارفانين منين. لازم الفيديو الجاي نطلعكم معنا مشوار. ايش رايك؟ لازم لانه اني لازم نطلع مشوار. لازم يا نطلع مشوار يا اما نسوي لكم طبخه طيبه. لا مشوار. مشوار يا جماعه كلكم صوتم بدنا مشوار ما بدنا طبخه شبعانين طالعين من رمضان مدعوكين دعك. بس يعني نعال عليه برمضان. لا ما والله نعال. والله حرام عليك. لا يعني انا طبخت يوم اي يوم لا. بس اليوم لا طبعا ناكل بيوم وما ناكل. لا نعيش بدون اكل. المهم يا جماعه عن جد اكتبوا لنا ايش حابين. ابونا وين راح تريد نبين. طيب يا جماعه ايش حابين نصور لكم بالفيديوهات القادمه. نحبكم كثير. حطوا لايك لهذا الفيديو وشيروا الفيديو لاصدقائكم ونحبكم كثير. ليه يعني حطوا لايك؟ ليه حطوا ديسلايك؟ تمام. اللي يحط ديسلايك لاحظروا. صير اطلع انت وبنتك بالفيديو انا ما اطلع انا. ما اخذ مكاني. نايا شو تقولي لماما؟ قولي بحبك يا ماما. نايا شو تقولي لماما؟ شو تقولي لماما؟ شو تقولي لبابا؟ لا قاعد اصفق على فكره الكاميرا. على فكره هو مو صيف زياده بس احنا صيفنا. لا والله شوب والله اليوم يا جماعه. لا اليوم الجو نار عن جد. اليوم شوب. ما تركض ولا تحن ولا تكن. يلا يا جماعه مع السلامه. مع السلامه يا جماعه مع السلامه. مع السلامه. انا قضيت على الموضوع. قضيت على الموضوع بلاش. ضبي. يا جماعه نحبكم كثير والله يعني الله يعلم محبتنا لكم. والله ما قصرتم.
الله يسعدكم يا رب. مع السلامة، نشوفكم على خير. لا تنسونا اللايك.